السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية المصرية من اللغة الفصحى. يعني هنا نحن درسنا مرحبا، نعم، لا، من فضلك، هكذا الأشياء. يعني قبل هذا الفيديو نحن درسنا 100 كلمة، ومن 100 كلمة نحن سنجمع جملة، يعني أو سنكون جملة من هذه الجملة إن شاء الله. يلا نبدأ. هنا أولا مرحبا. مرحبا يعني مرحبا، هكذا نتكلم في لغة فصحى. مرحبا بك في بيتنا، في بيتنا. مرحبا بك في بيتنا، مثلا مرحبا بك في بيتنا يعني welcome to our home، هكذا. وهنا اللغة العامية برضو نفس الكلام، أهلا وسهلا في بيتنا، أهلا وسهلا في بيتنا، بيتنا. هنا في بيتنا. وهنا لغة عامية مصرية، نحن نتكلم أهلا وسهلا في بيتنا، في بيتنا يعني فوق التاء ده سكون، هكذا سكون. أهلا وسهلا في بيتنا. هنا مرحبا، مرحبا بك في بيتنا. وهنا أهلا وسهلا في بيتنا. بعدين نعم، نعم يعني نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح. هنا أيوة ده صحيح، أيوة ده صح. هنا ده يعني هذا صحيح، صحيح ده لغة فصحى، يعني هذا لغة فصحى، هذه لغة فصحى ولغة عامية صح. نحن نتكلم صح، أيوة صح، أيوة يعني نعم، نعم هذا صحيح، أيوة ده صح. لا، لا لم أفعل ذلك، لا لم أفعل ذلك، لم أفعل ذلك. هنا لا، ما عملتش كده، لا ما عملتش كده، ما عملتش كده. مصريين نتكلم يعني ما عملتش كده، لا ما عملتش كده، هكذا هم يستخدمون، هكذا لا. هنا كلمة لا، ونحن تكون يعني هنا نتكون بلا. لا لم أفعل ذلك، لا لم أفعل ذلك. ولغة فصحى يعني ده لغة فصحى، وهنا لغة عامية لا ما عملتش كده، ما عملتش كده، هم يستخدمون هكذا. بعدين من فضلك، من فضلك. نحن نتكلم في لغة فصحى من فضلك أعطني القلم، أعطني القلم، من فضلك أعطني القلم. وهنا لغة عامية نتكلم لو سمحت ادني القلم. إن قاف هنا تكلمنا، نحن تكلمنا أو نحن عرفنا قاف في أهل المصريين هم يتكلم غين، غين أو همزة، هكذا. لو نحن نستخدم غين يعني لا قاف يعني غين، نستخدم يعني ادني القلم. قاف لو نستخدم بالغين نتكلم قلم، قلم يعني قلم، لو سمحت ادني قلم. وادني، ادني يعني أعطني، أعطني لغة فصحى والعامية مصرية ادني، ادني هكذا ادني. لو سمحت ادني القلم لو نستخدم بالغين. طيب لو نستخدم بالهمزة نتكلم ادني القلم، لو سمحت ادني القلم، هكذا مصريون يستخدمون. يعني من فضلك، نحن تكوننا بدي يعني من فضلك أعطني القلم، أعطني القلم. واللغة العامية مصرية نتكلم لو سمحت ادني القلم أو ادني القلم. بعدين شكرا، شكرا، شكرا يعني thank you، هكذا thank you. شكرا، شكرا لمساعدتك، شكرا لمساعدتك، ده لغة فصحى، شكرا لمساعدتك. ونحن نستخدم في اللغة العامية شكرا على مساعدتك، شكرا على مساعدتك، شكرا على مساعدتك، يعني نفس اللهجة. بعدين آسف، آسف يعني أنا آسف على التأخير، أنا آسف على التأخير، أنا آسف على التأخير، أنا آسف على التأخير. ونحن نستخدم في اللغة العامية آسف عشان اتأخرت، آسف عشان اتأخرت، عشان يعني لأن، اتأخرت يعني على التأخير. أنا آسف يعني آسف. هنا في اللغة الفصحى نتكلم أنا آسف على التأخير،
ولغة عامية مصرية نتكلم آسف عشان اتأخرت. عشان اتأخرت نحن نستخدمون آسف عشان اتأخرت. هكذا آسف يعني أنا آسف أو معذرة أو معليش. عشان اتأخرت عشان يعني لأن، اتأخرت يعني التأخير. آسف أنا آسف على التأخير، ولغة عامية مصرية آسف عشان اتأخرت. بعدين طعام، هنا الطعام. الطعام يعني نحن نتكلم في اللغة الفصحى الطعام جاهز على الطاولة. الطعام جاهز على الطاولة. طاولة يعني مكتب. هكذا نحن نستخدم في اللغة العامية المصرية الأكل جاهز على السفرة. الأكل جاهز على السفرة. وهنا السفرة هذه يعني هذه الترابيزة. مثلا نحن نستخدم ترابيزة كثير مرة، يعني كثير أوقات نحن نستخدم السفرة. السفرة يعني ترابيزة، ترابيزة للأكل هكذا الأشياء. لكن برضو بعض المصريون هم يستخدمون سفرة يعني ترابيزة، سفرة يعني طاولة هكذا. طيب الطعام يعني الأكل، جاهز يعني جاهز، على الطاولة يعني على السفرة هكذا نحن نفس الكلمة. طيب في اللغة الفصحى الطعام جاهز على الطاولة أو على المكتب. وهنا نحن نستخدم في اللغة العامية المصرية الأكل جاهز على السفرة، على السفرة أو على الترابيزة. طيب لو نحن نستخدم جيم يعني غين، نحن نتكلم الأكل جاهز. الأكل جاهز على السفرة. الأكل جاهز على السفرة. الأكل جاهز على السفرة. جاهز. لو نحن نستخدم جيم يعني جيم نتكلم الأكل جاهز على السفرة أو على الترابيزة. الأكل جاهز على الترابيزة أو الأكل جاهز على السفرة. بعدين ماء. ماء، الماء ضروري للحياة. الماء ضروري للحياة. هذه اللغة الفصحى الماء ضروري للحياة. ونحن نستخدم في اللغة العامية المصرية نتكلم يعني موية. على طول هم يتكلم موية، موية ضرورية للحياة. موية ضرورية للحياة. موية كده ميم يعني ضمة. موية، موية ضرورية للحياة. موية أو بعض الناس يستخدمون مية هكذا يعني ليس مشكلة، ليست مشكلة. موية ضرورية للحياة. موية ضرورية للحياة. الماء ضروري للحياة. هذه اللغة الفصحى. وهو هنا اللغة العامية المصرية نتكلم موية ضرورية للحياة. وهنا لو حد يتكلم يعني لا يتكلم ألف لام ليست مشكلة، يعني موية ضرورية للحياة هكذا، أو الماء ضرورية للحياة نفس الكلام. بعدين قهوة. قهوة يعني أحب القهوة بدون السكر، بدون سكر. أحب القهوة بدون سكر. هذه اللغة الفصحى أحب القهوة بدون سكر. ونحن نستخدم لغة عامية مصرية بحب القهوة من غير السكر. نحن تكلمنا قاف يعني نحن نستطيع أن يعني نتكون أو نحن نستطيع أن نستخدم قاف يعني غين أو قاف يعني همزة، غين أو همزة هكذا. طيب لو نحن نستخدم قاف يعني غين نتكلم قهوة. لو نحن نستخدم قاف يعني همزة نتكلم قهوة هكذا. طيب بحب القهوة من غير السكر. بحب القهوة من غير السكر يعني أحب القهوة بدون سكر. هذه اللغة الفصحى. وهنا اللغة العامية المصرية بحب القهوة من غير سكر. طيب لو نحن نستخدم قاف يعني همزة نتكلم قهوة على طول، قهوة. بحب القهوة من غير سكر. بحب القهوة من غير سكر. بحب القهوة من غير سكر هكذا. أحب القهوة بدون سكر. وهنا لغة عامية مصرية بحب القهوة من غير السكر أو بحب القهوة من غير السكر. بعدين شيء. شيء يعني شيء. شيء نشرب الشيء بعد الغداء. نشرب الشيء بعد الغداء. نشرب الشيء بعد الغداء. هذه اللغة الفصحى. نحن نستخدم في اللغة العامية المصرية نتكلم بنشرب شيء بعد الغداء. بنشرب شيء بعد الغداء.
نحن نستخدم هكذا بنشرب شيء بعد الغداء. بنشرب هنا نحن استخدمنا نشرب يعني ده نحن هنا فيها ضمير في نشرب هو يعني نحن لو نحن نستخدم أشرب هنا يعني غير النون نتكلم أشرب. لو نتكلم أشرب هنا نتكلم بشرب. نون ده للجمع. نحن يعني نشرب. نحن نشرب الشيء بعد الغداء. وهنا نحن بنشرب شيء بعد الغداء هكذا. لو أنت تستخدم وحدك يعني أشرب، أنا أشرب الشيء بعد الغداء، أنا أشرب الشيء بعد الغداء. لو هكذا نتكلم هنا بشرب عشان لأن نون هذا النون للجمع. ولو نتكلم للمفرد نتكلم هنا بشرب يعني غير النون نتكلم بشرب على طول. بشرب شيء بعد الغداء. هنا يعني بشرب يعني أنا وحدي مفرد. لو نتكلم للجمع نتكلم يعني بنشرب شيء بعد الغداء. طيب هنا نشرب الشيء بعد الغداء. وهنا في اللغة العامية المصرية نتكلم بنشرب شيء بعد الغداء. طيب نحن نرجع تاني مرة ثانية نراجع. مرحبا بك في بيتنا. أهلا وسهلا في بيتنا. نعم هذا صحيح. أيوة ده صحيح أو ده صح. لا لم أفعل ذلك. لا ما عملتش كده. من فضلك أعطني القلم. لو سمحت ادني القلم أو لو سمحت ادني القلم. شكرا لمساعدتك. هنا شكرا على مساعدتك. أنا آسف على التأخير أو نتكلم آسف عشان اتأخرت. هنا الطعام جاهز على الطاولة أو نحن نتكلم الأكل جاهز على السفرة أو الأكل جاهز على الترابيزة. الماء ضروري للحياة. واللغة العامية المصرية موية ضرورية للحياة أو مية ضرورية للحياة. قهوة أحب القهوة بدون سكر أو نحن نستخدم في اللغة العامية المصرية بحب القهوة من غير السكر أو بحب القهوة من غير السكر. بعدين شيء يعني نشرب الشيء بعد الغداء أو نحن نستخدم في اللغة العامية المصرية بنشرب شيء بعد الغداء. طيب يا إخواني نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنرجع تاني في فيديو تاني الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.